تخيل معايا تحكم عليك بالحبس ظلما وعدوانا بسبب حاجة انت ما داير فيها والو. كيفاش غادي تكون ردة فعلك؟ مادامش العبر بزاف، ولكن الحاجة الزوينة من هاد الشيء هو الأول استنشقنا في طريقنا. شفت في دقيقة قلت لي كتشم ريحة الهروب، بتاسم محرك راسو نقى الجولو اللي توا دخلنا معنا في الهضرة. قال لينا والله الريحة نتاع الهروب من هاد اللعنة. انا غادي نرجع لفين هربت قبال 5 سنين. مازال ما نساش كيفاش كنت هبيل. كنت غادي باش نوري الحمار نتاع بو الشال، ولكن دارها بيا. هادشي طرق قبل 10 سنين، ولكن خاصنا نبقاو متلاصقين حيت في سان مارتن غادي يبقاو يعزلونا عشوائيا على شكل مجموعات. كيفاش نفهمك؟ مثلا حنا واحد 10 قراب لبعضياتنا غادي يعزلونا بوحدنا. داكشي علاش نبقاو قراب، كل جروب فيه 10 نتاع الحباسه ولا 12. غلط جولو حيت ملي وصلنا عيطوا عليه بسميتو مع 12 الاخرين وعزلوه. كانوا 3 نتاع الحباسه اللي علقوا من هذا الحبس، ولكن دغيا طاحوا عليهم ورجعوهم. كل جروب لحو في سيلون وبدات الحياه هنا، وبدا معاه حتى الترقب. هنا حسن والله عندنا الحق نهضروا ونتكيفوا. القص كان ناضي. المشكل اللي خايف منه هو كاين وسط شي مشكل مع الانبوبه. كيفاش؟ مثلا مرة كيباغتوك وكيستدعيوك بلا حتى سبب، وكيعريوك كما ولدت امك، وكيبقاو يقلبوك بدقه، ومن بعد كيجي الدور على الحوايج نتاعك. ملي ما كيلقاو والو عندك كترجع تكمل حياتك نورمال في الحبس. من السيلون حتى المطعم حتى الساحه كنا كنضربوا ساعات نتاع المشي. كنمشيو مستهدفين بانتظام، واحد تشوج كنمشيو ب150 واحد. كنا كنكونوا بحال خط نتاع بنادم طويل. من بعد كنريحوا على الارض على شكل مجموعات كتشكل على الحساب نتاع التفاوت الطبقي او الرجال نتاع المافيات والعصابات. نقدروا نقولوا ان هذه القافله مكونه من 1900 واحد. جوج اللي من ارديش، الجارديني العساس اللي قتل مرته وانا، ومعروف علينا حنا الناس نتاع ارديش بلي ما كنتزراوش. في الايام الاولى المراقبه والسكان لكل زاويه كان في اشده. واحد النهار في ديك الوقيته نتاع الظهر كنت مريح وكنت شماس. قرب مني واحد خونا في الله كان رقيق وقصير. هضرنا شويه، واحد الوقت بديت كنقلقل فيه من اين كنجاوب، ولكن ما بغاش يعطيني راس الخيط. قال لي انت بابيون. ملي دو كانت لك نتاعو كدل على انه كوريسك من كوريسكا هي واحد الجزيره كتضم ليها بزاف تاع المدن وتابعها حاليا لفرنسا. قلت لي انا بابيون، خاصك شي حاجه؟ قال لي تبعني للطواليت وتحرك بحاله. قال لي ديقه خونا في الله، مادام انه كوريسكي هذا معناته ان خونا في الله كان كيشفر في الجبال والعربيات والدواور، ولكن فاش يكون زعما باغيك؟ قلت لي حتى انا بحال، نمشيو نشوف. واضحه حاجه ضروري. تميت قصد الطواليت، درت راسي باغي نقضي حاجتي، ضربت عليه تما كان عاطيني بالدار. قال لي بلا ما يشوف فيه انا جاي من طرف باسكال باترا وراه وصاني باش نلتجئ ليك في الضروره والحاجه. قلت لي باسكال هذاك عشيري، شنو خصك؟ قال لي ما نقدرش نهز معايا الانبوبه، انا مريض والحمي طايب وانت عارف شحال قاسها، وصراحه راه ما عرفتش في منطيق ونخلي عندي. انت راك عارف بنادم كيدير هنايا بابيون، تبغي نخلي عندك شيامات؟ ملي شفتها كانت كبر من نتاعي صراحه. ما تقتش اختي بغي ينصب عليا ولا مصيفطيني ويقلقلني ويعرفوش فعلا انا هز معايا شي حاجه. تخززت فيه وقلت لي لا ما نقدرش نهز معايا جوج،
ناري عاد عرفت لي بلا ما نحس. صافي عرف. سولتو بوروتشا شحال دخله، قال لي 25,000 فرنك. خديت ديك الانبوب، واش ممكن يكون هز مع جوج وباغي يحيد عليه لعب انت جوج؟ حيت صعيب تلقى اليوم طريقه، ماشي ديك الصعوبه، ولكن مجرد تخدم شويه عقلك وتخلي دماغك تدور في شويه الحركه، الحل راه سهل بزاف. شديتها وضمقتها مع اختها بهاد السهوله. قال لي قبل لا يتحرك، شكرا بزاف خويا بوبيو، سميتي ايناس كالكاني. شكرا بزاف خويا بابيو. رجعت عند ديكا وقلت ليه ضاربيني وبين خونا في الله. قال لي واش ما جاوكش تقال؟ قلت لي لا عادي. قال لي المهم بلا ما تجي عندي تقول لي بلي ضروك دبروك هتزيدني 3 تما اللي مرضتش. قلت لي لا كون هاني وزيدون لا عنك شاتم، غادي نردها لي يدبر راسو معاها بهاد السهوله. واحد الحاجه اخرى، تا جاي من طرف واحد العشير فهمتي، ما جات نردو. قلبنا على اللي راجعين من غويان، حيت دابا حنا مازال ما دخلنا في الجحيم الحقيقي نتاع غويانا. هاد الحباسات اللي جاو بالضبط في واحد 3 تاع الجزر اللي تابعين لغويانا الفرنسيه، واللي جات بالضبط في امريكا الجنوبيه، وهي تابعه لفرنسا وغتكونوا ديجا سامعين بها. المهم كنا كنسولو على الاوضاع تماك، بقينا كنقلبوا على الحباسه اللي ضاربين تماك الحبس في غويانا، ومن زهرنا غنطيحوا في واحد خونا في الله. والصدفه هو ان خونا في الله من كوريسكا وتزاد في حبس الميناء. كان با حارس تماك، كان كيعيش هما في جزر السلام. من هاد الجزر تزاد في رويا، وجوجات الاخرين من هاد الجزر كانوا جوج، سان جوزيف وجزيرة الشيطان، وتحكم عليه ب 12 عام اعمال شاقه بسبب السرقه. خونا فلو ماشي غير كان كيشفر، كان كيخرب ولي شفرو كيخلي فيه لاطراس، وحتى باقي صغير فلاش عنده 19 عام. وتشوفوا من عينيه اللي واضحه عليهم البراءه، كاع ما كنتي تشك فيه. عاودين على الحياه في الجزر، حيت هو اللي عاش 14 عام تماك. علمنا بلي الا بغيتي تهرب من تماك الانطلاقه نتاعك غادي تكون من الارض العظمى ماشي من الجزر، حيت هادشي مستحيل. ثانيا الحباس ما خاصوش يكون مسجل في القائمه ومحسوب مع الخطيرين. صراحه هاد البروش عطاني نصائح مزيانه، حيت على حساب الهضره نتاع ديغا هو انه غير 5% اللي كيتفرقوا على الجزر، اما الباقي فراه كيبقى في الارض العظمى. وكما سمعت على طرف لسانه ان الجزر سليمه ومزيانه، اما الارض العظمى هي اللي كنخاف منها ديغا، هي اللي كنعبر لي على خوفه منها. ملي تلاقينا فاش كنا في الحبس نتاع التوقيف في باريس، الارض العظمى كانت عامره امراض والموت، هي اسهل طريق كيسلكو الانسان تماك فين كاين خطر التعرض للقتل. وملي كنا كنهضروا صراحه بسبب الغايه نتاعنا كنا كنتمناو ما ينقلوناش للجزر. صراحه ما كنتش كنتخيل نكون منحوس لديك الدرجه باش يحطوني في القائمه نتاع الناس الخطيرين بسبب الاشغال الشاقه المؤبده والحادثه نتاع تريبويارد والحادثه نتاع المدير. زار ولد الحرام شاك فيه يدير معايا لباريه. واحد النهار دارت الهضره باللي خاص كلشي يلقى السبه باش يمشي للسبيطار، حيت على ما كيدور ان الحباسه اللي ضعاف ومرض واللي ما غاديش يقدروا يسافروا كيلوح لهم السم في الماكل. وعلى ما شفت انه غير شي ايه كدور، ولكن فعلا واحد الحباس تسمم وخو كان هو الفرملي في السبيطار. هاد الحباس اللي انتحر على ما كيدور عليه من هضره هو انه داروا هاد العمليه تاع السطو على السفاره الالمانيه في جونيف في سويسرا وفي الحرب العالميه الاولى باش يرضي المخابرات الفرنسيه، وخدا في ديك العمليه تاع السطو على وثائق مهمه وضروريه.
ولا فعلا عميل نتاع المخابرات. جاء إفراج من الحبس وخرج من الحبس. كان محكوم 5 سنين ولكن ما كملاش بالفضل نتاع التفاوض. ومن عام 1920 كان عايش ترونكيل نورمال مور ميسيون لا جوج في كل عام. وملي كيطيح مشكل كيخرج منه بالفضل نتاع مكتب الاستخبارات الفرنسية. غير وكان طاح في مشكل كبير وارتكب جريمة خلات المخابرات الفرنسية ما يدوزوها ليش. ما عرفتش التفاصيل نتاع البلان بالضبط، ولكن بقى سير بينه وبين المخابرات. وغالبا الخيانة هي الوحيدة اللي غادي تخلي عامل في المخابرات يتحكم عليه ب20 عام وصيفطوه معنا في هذا الحبس. وغالبا كان كيخطط باش يهرب. وكل ديك الحبة حيت الخطة نتاع الهروب نتاعو كانت غادي تبدا من السبيطار، ولكن غلط. وكل ديك الحبة اللي كان لا دوز نتاعها قاصح خلات الكتبة تطلع بالنسبة ليه. هاد الأخبار ولات دايرة بوم بالنسبة لديغا. أي بلاصة كنت كنمشي ليها كان ديغا لاصق فيها. في الساحة ولا داخل السيلون كان ديما معايا. من زهري صراحة جا معايا، لقيت مع من شت السون وقت ما كان غادي معايا كيسولني على الأنابيب اللي مدمقو ما عندي، وعنده فضول كيفاش قدرت ندمقو، حيت غير باش ندمق وحده راه قياس، فما بالك بجوج. حاليا ضربنا 12 اليوم هنايا. المعتقل غادي وكيعمر بالحبات. كانوا الحوادث بكثرتها يوميا. البارح واحد سميتو كلوزو جوان تعرض لمحاولة اغتيال عند الحلاق. جاو جوج ضربات بالموس جوا يقلبوا وبأعجوبة نجا منا. هذا بالضبط. حاولت تبقى عاقل عليه حيت باقي عندي تذكر مرة أخرى. المهم وعاوتاني هاد النهار سمعنا الصوت نتاع الغوات في الدوش. كانت مطايفة بين جوج خوت، واحد فيهم كان معنا في السيلون سميتو أندري، وطايفوا على جريمة كانوا متفقين عليها. اللي وقع هو أندري قتلو هاد المرأة ملاعقة، وخو إيميل شفر العاق ودمقها. إيميل تشد بالتهمة نتاع السرقة وجا في حقه من سنوات نتاع الحبس 3. واللي واقع من هادشي هو أن إيميل من ديك الفترة ملي شفر العاق غضرب خو غبر عليه، وملي طايفوا على العاقة حلف ليه إيميل وقال ليه والله لا جيت في حقك شي فرانك. ما كنعرفوا هاد من الحبات وعود المدير نتاع الحبس عاود لي اللي وقع. وحيت اللي ماتت تقتلات ما كانوش عارفين الفاعل نتاعها، يعني أندري عالم الله باش محكوم. يعني القتل نتاع ديك الشيبانية الملاعقة ماشي التهمة باش تشد، وإنما حاجة أخرى. المهم عرفوا بلي القاتل انت واحدة من الشخصيات الكبار في فرنسا كاين هنايا، وتحكم على الخوت بالإعدام. وإيميل تحكم عليه حيت كان شريك معه. من بعد هاد المطايفة والنهار 46 وكان هذا هو النهار نتاع الإعدام ديال الخوت. كان حضر في الساحة المدير والكاتب نتاع المحكمة والمدعي العام اللي طالب بالرأس نتاعو. كنا كنطلو من السراج وكنساينو نشوفو الحكم نتاع الإعدام لأول مرة كنحضر ليه. وفي اللحظة اللي بداو كيطلعو في كلاسي باش يتنفذ في حقهم الإعدام دخل المحامي كيجري وتابعو راجل آخر وهز معاه ورقة. عطا المدعي العام أنا كنشوف كلشي رجع مستحيل، زعما الإعدام يتوقف واخا زعما حيز التنفيذ. ولكن الحقيقة بلي هو التنفيذ توقف، وتبين بلي المحامي جاب لهم ورقة كتأكد بلي هما مرض نفسيا، وبزاف نتاع المهام اللي كيديروها ما كيوعوش بها. ولكن هادشي ما غاديش يعفيهم ويخرجهم من الحبس، وتبدل الحكم نتاعهم بدلوه للمؤبد. الغد لي رجعوا ضاحكين بعد ما تبدل الحكم للمؤبد. بقيت كنشوف خونا في الله اللي كان معنا في السيلون واخا صراحة العذاب نتاع الظلم اللي دوزتو، الا انه صعيب يضاهي العذاب اللي دوزو خونا في الله وهو كيشوف حياته صافي ما بقى ليها والو.
وجهه مازال ما نسيتوش كيفاش كان ملي كان غادي قاصد المقصله. العرق كان كينزل بحال الشلال والوجه ولا صفر وتحبس فيه الدم. ولكن واخا هكذا كان يستاهل. قتل الشيباني ما درت ليه والو. كون ربطه كانوا عنده بزاف تاع طرق باش يقضي الميسيون تاعو من غير انه يقتلها. هاد خونا في لافيت اللي حاول انه يهرب ولكن تشد هو كيحاول. المهم الحباس في حبس الميناء خاصو يكون مرتكب شي حاجه خطيره، او على الاقل يكون متهم بشي حاجه لي خطيره او ادنى عقوبه دوزها تما هي 7 سنين مع الاشغال الشاقه. وكاين عاوتاني المنفيين، هادو فئه كيفاش البلان تاعهم الا تصدر في حقك ما بين 3 حتى 7 تاع الاحكام. وانا كنشوف يديروا اللي داروا راه تيبقاو بنادم. النفي على الحضاره وعلى بنادم صعيبه صاحبي. كاين فيهم على بنادم وما يعاودش يشوف بنادم من برا نتاع الحبس، حيت كاين فيهم اللي غير مقدمين ولا كانوا عنده ظروف قاصحه دفعته للشفره ويدير حوايج رغمتهم عليه الظروف. صراحه كنشوف هذا الموضوع صعيب يتحل، حيت كاين عاوتاني اللي غادي يقول لك مهما كانت الظروف ما خاصوش يدير هكذاك. داكشي علاش نحبسوا عند هاد النقطه ونكمل القصه. بقات كدوز الوقت وحنا مازالين في سان مارتن. عرفنا السمين تاع الباطو اللي غادي يوصلنا لحبس الميناء وسميتو لا مارتنير، وغادي يكون فوق الباطو 1870 واحد. هاد الصباح كاينه 800 حباس مستفين في ساحه اللي مفتوحه، وكانوا دايرين بهم رجال اللي لابسين لباس مختلف على الموظفين تاع الحبس. كانوا هادو العسكر وكانوا مسلحين، وصل العدد نتاعهم ل 800 واحد. كان معاهم واحد الضابط واللي غادي يكون القائد نتاعهم، وثلاثه نتاع الاطباء، حيت الرحله غادي تكون طويله. شد الضابط واحد البوق وقال لهم كنتمناو تكونوا مستعدين، غادي تنقلوا رفقه بزاف نتاع المسؤولين لغويانا اللي تابع لفرنسا. كان واحد خونا في الله غالبا النائب نتاعو. قال ليه الضابط ها انت غوت بالاسماء نتاع كل واحد وتاكد بلي كل شي حاضر. شد النائب البوق وبدا فلان حاضر فلان حاضر. دام الحال شي ساعتين بدا السينياتور بالاداره نتاع سان مارتن وغويانا. كان النائب هز في كتفو شارب بحال نتاع الضابط، غير هو الضابط الشاره نتاعو كانت باللون الذهب، اما النائب نتاعو كانت باللون الفضي. ملي سالو السينياتور هدر النائب وجه كلامو للحباسه. قال لهم نتوما من هاد الساعه غادي تولوا غاديين على حساب القانون نتاع حبس الميناء في غويان، والهضره تكون مع الموظفين تمك بادب، والا هما عارفين كي غادي يتعاملوا مع اي واحد ما كيعرفش يهضر. غدا غادي تقطعوا الموحد، كونوا على تاهب وما تعرفوا يقدر يكون حبس الميناء احسن من بزاف نتاع الحباسات هنا في فرنسا. غتكونوا قادرين تهضروا تلعبوا تغنيو تكميو وما تخافوش. هادشي راه من حقكم، ولكن هادشي غادي يكون مرافق لحسن السلوك. ترزنوا وشوف غتصبروا معنا شويه، حيت من هنا لغويانا الطريق غتجيكم صعيبه، واللي ما كانش قادر انه يسافر ولا مريض ولا شي حاجه بحال كدا ما عليه غير يدفع طلب باش يمشي للسبيطار باش يديروا ليه تحاليل، ولا كان مريض فعلا يقدر ما يمشيش. ملي كملينا النائب الهضره شفت في دقيقه قلت لي شنو بالك؟ قال لي اخويا بابيو الشيء اللي قلت لك عليه ديك المره في القاعه نتاع البخار الخطر الاكبر غادي يكون من طرف الحباسه. وقنا ما دققتيش في الهضره نتاع النائب كيفاش وجه هضرته للحباسه. صبروا وترسنوا وعطاهم وعود وبحال هكذا، حيت عارف المكارب بالاعداد. علم الله شحال من حادثه قتل واعتداء غادي يكونوا في الرحله. قلت لي شوف ارخي بالك وثق فيا. ملي سالي سمع الهضره مشيت كنقلب على كالكان، بغيت نرد ليه الانبوبه نتاعو. مشيت لجوي الطواليت ولكن والو غبر لي الاثار. وانا كنقلب عليه تفكرت جولو وباقي الحباسه اللي كانوا معايا في الحبس نتاع التوقيف غبروا من فاش فرقونا. الصراحه من احسن النعم اللي حسيت بها هو ان بنادم يدار يعيش ويكون عنده انتماء للمجتمع. واخا صراحه هذا المجتمع ما صالحش تقول عليه مجتمع،
كاين بزاف نهضروا عليه وكاين بزاف نسمعوا ليه وكاين ما يدار. في الاول كان كيحسب لي غير غادي نكون في الحبس نتاع الاشغال الشاقه، غادي يكون اكبر شغل ليا هو قوه التفكير والبعد على العائله والصحاب والتناصير من الموظفين. تشاطح بلي من بعد كاين مصاحب واللي هو تحافظ على روحك باش ما تسحقش. ما كاينش واعي بالاهم، وييه فين هما البوليس المحلفين والقضاة، الوالد ومرتي وصحابي ها هما احياء وباقا بلاصتهم في قلبي. اخيرا من بعد وقت نتاع التقلاب لقيت كالكاني. كنت وصيت شي حباس على شافوه يجيبوه ليا وجابوه. قرب مني بلا ما يقول لي والو، قلت ليه على ما كيبان لي وليتي بخير ولحمك برا. خويا الانبوبه انت راك عارف مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره في هاد الظروف بالضبط. شد اخويا شاف فيا كالكاني واحد الشوفه كتوضح باللي شي حاجه عنده. قلت لي يلا نغبروا على بنادم ونعطيها لك. قال لي لا لا صافي غير شد عندك، هذيك راه كادو مني ليك. قلت اوه كيفاش؟ قال لي ما بغيت غادي يقتلني على قبله حيت غلا من دوك الفلوس، وصراحه كنشوف ما كاينش لاش تبقى مريسكي على قبل فلوسي، على الاقل تريسكي على فلوسك. قلت لي انت خايف فيك واش هدتك شي واحد؟ حتى واحد ما عارف بلي انت هز معك فلوس. قال لي كاينين تاع نتاع العرب حاطين عليا العين، وعلاش ما جيتش نشوفك ونسول فيك باش ما نجيبش الشك بلي كاين شي حاجه ربطاني بك. كل ما كنمشي لشي قنت المكاريب تابعيني بحال الظل نتاعي، واخا حاولت نبين بلي ما هز معايا والو، هاو مع ذلك عارفين خليتها عند شي واحد ودايرين معايا بالهم باش يلقاو الفرصه. وانت عارف الباقي. شفت في كالكاني وطلع جاوبت فيه مسكين ما كانش عنده الصحه، كان رقيق بزاف وقصير. قلت لي فين كيعمر؟ قال لي جوي الكوزينه ولا فين كيصبلو الحوايج. قلت لي يلا معايا. تشمينا قصدي المكاريب. طلعت كمامي. ملي وصلت لتماك لقيتهم 4، 3 نتاع العرب وواحد من الكوريسكا سميتو جيراندو. كان معزول عليهم ولكن عارفو كيعمر معاهم. تشميت قصدو قلت لي جيراندو فين؟ هانيو. قال لي مزيانه بابيون وانت مزيان؟ قلت لي ماشي مزيان، غير نقول لك واحد الهضره. شوف كالكاني عشيري غتلقيتو شي حاجه انت الاول عندي معاك الحساب جيراندو. وقف عندي جيراندو اللي كان طويل بحالك، فيه تقريبا ديك 175 سنتي. تقدر تبان لكم مبالغه ملي قلت طويل، ولكن راه 175 سنتيمتر في داك الوقت راه كنا كنعتبروا من طوال القامه، ماشي بحال دابا الماكله بشتى انواعها اللي خلات 175 سنتيمتر يبان طول متوسط، ولا كاع كاين اللي كيعتبروا قصير. جبد من جيب واحد الرباط حمر ولوى على يديه وهز لاكارت شديتو من يديه. قلت لي بلاتي قبل لا تغلط، شوف غدير شي حركه اقسم بالله روحك غادي تسحق على يدي. تصدم ملي تخززت فيه. قال لي انا صغير باش نتناقش ماشي نطايف. كنت عارفو كيكذب ولكن حاجه زوينه ما قد على مشاكل صراحه. قلت لي مزيان انت باغي تناقش؟ قال لي كنقسم لك باللي ما كنتش عارف باللي كالكاني صاحبك، انت عارف لما كانوش فلوس راه صعيب تهرب من هنايا. قلت لي واخا من حقك تضرب على راسك وتكافح باش تعيش ما تبقى من حياتك حر طليق. المهم دير في بالك بلاد الخصيم علي حصان علمتك. مد لي يدي وسلم عليا. ملي كنت راجع مع كالكاني قلت لي ما تعاود لتا واحد على هادشي اللي وقع دابا. قلتها لي بحال هكداك حيت عارف صراحه ديكا وغادي يبقى يلومني ويسب فيا. حنا باغيين نهربوا ولا نكونوا حراس شخصيين. حاولت نقنع كالكاني باش يشد الانبوبه نتاعو وقال لي بلي نهار قبل نتحرك وغادي يجي ياخدها من عندي. في ديك الليله كنا ب11 الحباس في السيلون وكلشي كان كيقول بلي هذا اخر يوم لينا في فرنسا. صراحه كانت صعيبه تغيرها من موطنك للابد لواحد القنت مجهوله ونظام مجهول. ريح ديكا هو ساكت وكنحس بالخوف الضياع حيت الهضره على ديك القنت والاخبار وكل شنو كيقول
ما عرفتش نفرح نيأس. الحباس اللي معنا في هاد السيلون كاملين كينتميو للعصابات، من غير البروش الكوريسكي وليت زاد في الحبس. كان السيلون ما كيبان فيه والو، حيت الدخان غطى كلشي. تا واحد ما نعس ديك الليله شفت فيها الشريط نتاع حياتي، طفولتي اللي دوزتها حب وادب ونوبل، الورد في الحقول والصوت نتاع المدايز والمذاق نتاع الكركاع والصيد والخوخ اللي كان بوفره في الجردة نتاعنا، والريحه نتاع الورد اللي كانت في الوقت نتاع الربيع قدام الباب. تفكرت الدار بكاع زوايا، تفكرت القراب. هادشي كامل داز من قدامي بحال شي فيلم. هاد الفيلم سمعني بزاف نتاع الاصوات. الوالده مسكينه الله يرحمها، مسكينه كانت كتبغيني بزاف، وسمعت حتى الصوت نتاع الوالد اللي كان كيحن عليه، والصوت نتاع الكلبه نتاعي كلارا واللي كنت كنلعب معاها في الجردة، والعشرة اللي كبرت معاهم واللي دوزت معاهم احلى اللحظات. هاد الفيلم باغتني وداز من قدامي، خلاني نحس بالعذاب النفسي. ديك الليله اللي دوزناها كنخيطو ونفصلو في المجهول بحال اللي تابعنا. اجي ندوزو للحساب شويه. حاليا عندي 26 عام وصحتي بخير، وفي راس مالي 5600 فرانك و25000 نتاع كالكاني، وديكا جنبي عنده 10000 فرانك. حاليا نقدر نعتمد على 40000 فرانك، مادام كالكاني ما قدرش يدافع على المبلغ اللي في راس مالو، حتى الليات راه ما غاديش يقدر. هو عارف داكشي لاش واخا يوقع اللي وقع، باقي مزرب باش يرجع فلوس، يعني غادي نعتمد عليهم. وبطبيعه الحال هو النص وانا النص، حيت بالرجوله راه ماشي نغمق عليه في كلشي واخا اللي دزت منه، ولكن راه باقي الانساني عنده بلاصه في قلبي. 40000 فرانك مبلغ كبير، نقدر نشري بيه بزاف نتاع الحباسه والعساسه. وغير نوصي خاصني نهرب انا وديكا وكالكاني. هذا هو الموضوع اللي خاصني نركز عليه. حطيت يدي على الباب نتاع السيلون اللي كان من الفولاد، قصت الحديده نتاع الباب وكانت بارده، وندبر على سلاح اللي من الشوفه الاولى كيخلق الرعب. ودابا كنظن واقيلا ندخل في صراع مع العرب عادي. مع ديك جويه 3 نتاع الصباح تستفوا الحباسه قدام الباب نتاع السيلون. مع جويه 6 كنا فوق الباخره، خدينا القهوه، داروا معنا الاجراءات اللي كانوا بدقه، عيطوا 40 واحد اللي كان من بيناتهم الويس واللي غبر على الانظار، واخيرا بان جولو. وكالكاني واحد الحباس تا هو ملي جا معنا من الحبس نتاع التوقيف قسموهم ل10 وفي المقدمه تاع كل 10 كانوا واحد من العساسه. ما كنا مينطين ما والو، ولا بعد 10 نتاع الامطار كانوا 10 نتاع الدركيين مسلحين وجاو باش يشهدوا على العبور نتاعنا. وملي كنا قاصدين الباطو سمعنا الصوت نتاع التصفار. ملي طلعت راسي لديك العماره اللي كانت برا نتاع الحبس، كنشوف داك البالكو كنتصدم. كانت مرتيني نيتو وعشيري انطوان، وفي واحد البالكو اخر كانت مرت ديكا وعشيرو وحتى ديكا. ضرب عليهم، بقينا غاديين واستغلينا اخر فرصه نشوفوا ما امكن فيهم، حيت عارفين غادي تكون اخر مره غادي نشوف مرتي وعشيري اللي من بعد مسكين غادي يموت في واحد الحادثه وانفجار في مارسيلي. طلعنا الباطو وهنا 40 الاولانيين وداونا نلقى الباطو، دخلونا لواحد السيلون محاط بالحديد والقضبان. قريت واحد البلاكه في الدخله نتاع باب القاعه، الرقم 1 40 الاولين. كل فينا كان عنده ستاري نتاعو. جا شي واحد من اللور وعنقني من اللور. هو كان جولو، هو عارف هادشي مزيان حيت فايت لي دوز هاد الموقف قبل 10 سنين من دابا. عرفت جولو بديكا، وبين ما هما كيهضروا بغا يدوز واحد الحباس بيناتنا. جولو حتى يدي قدام صدرو ووقفوا، قال لي ما تدوش من هنا، لا بغيتي توصل حي الحبس الميناء. قال لي خونا في الله واخا. قال لي عرفتي بعدا السبب؟ قال لي قال لي يلا غيره من هنا. ملي تحرك بان على ديكا السعاده والراحه. قال لي انا ما حد نتوما معايا نقدر نعس مني. قال لي جولو شتي انت انا معانا ما غتكون في مأمن كتار من فيلا على البحر والعساس. دوزات سفيرة نتاعنا 18 اليوم، وقعت فيها حادثه وحده. واحد الليله غضربنا الفيق على غوته اللي كانت بالجاد. تلقى واحد خونا في الله تلقى مقتول بطرونشي في صدر،
في البلاصه حضروا 25 عسكري وثلاثه نتاع الحراس، عراونا وقلبونا، وحطيت طرونشي نتاعي تحت رجلي، رجلي اليسار بالضبط. ما ركزوش علينا قد ما ركزوا على اللي قراب من الضحيه، حيت اصلا حنا كنا بعاد عليه. قال لنا واحد من الرؤساء اللي تحرك غادي يموت، وملي قلبوا لقاو عنده واحد 6، 3 نتاع طرونشيات وجوج مسامر كبار وانبوب وموس اخر. خرجوهم ما عرياني. من بعد ما خرجوهم رجعنا لبسنا حوايجنا، لقيت طرونشي نتاعي بالزربه وعاود دمقته. كان نائب نتاع الضابط اللي كان كيهضر معانا شد في يدي واحد طرونشي طوال فيه الشوفه، وجا درت له واحد الحباسه. قال لي هادي نتاعك؟ قال لي الحباس نتاعي. قال لي نائب مزيان. شاف الاخرين كان هذا الوحيد اللي اعترف بالحاجه اللي تنسبت ليه، اما الباقي ما بغوش يعترفوا. ولكن كلشي كان واضح، صحاب المسامر تنسبوا ليهم ومول طرونشي تنسب ليه. طلعوا مع واحد السلوم كل فيهم مرافق وجوج من العساسه. بقى في الارض موس وانبوبه. واحد من هاد 6 كان طويل وعينيه زورق. قال لي النائب هو زعما واحد الانبوبه هادي نتاعك؟ قال لي نتاعي. قال لي شنو فيها الداخل؟ قال لي 300 ليره انجليزيه و200 دولار. قال لي واخا، شنو سميتك؟ قال لي سيلفيديا روميو. قال لي انت طالياني اذا؟ قال لي انا طالياني. قال لي ما غاديش نعاقبوك حيت هربتي معك الانبوبه، ولكن على قبل الطرونشي. قال لي الطالياني، ولكن هادي راه ماشي نتاعي. قال لي واحد من الحراس ما تقولش هكذا كصاحبي وما تكذبش، راه لقيتها في صباطك. قال لي طالياني، غنعاود الهضره، راه ماشي نتاعي. قال لي الحارس، اذا انا كنكذب؟ قال لي لا حاشا، ولكن راه غير غلط. قال لي النائب، حاول من غتكون سيدي لا ما كانتش نتاعك. قال لي الطالياني، ماشي نتاعي وصافي، هو هادشي اللي كاين عندي. قال لي قول صاحبي ولا غادي نطلعك للفوق تشوى ونحبسك تماك وتامن الطرونش يا صاحبي. قال لي ما عرفتش. قال له واش كتمرقل بيا؟ وغيلقاو في صباطك الطرونشي وما عرفتش نتامن؟ كتمرقل بيا ياك؟ يا اما نتاعك يا اما عرف لي حطه. جاوبو الطالياني قال ليه ماشي نتاعي، وما وجبش عليا نقول نتامن فوقاش كنت عطاي نتاعكم. شاف النائب واحد من الحراس وقال لي مينطو الحباس اللي ولدو، وشوف والله غادي تخلص الكلبه نتاع تمك على هاد البسالات هادي وهذا عدم الانضباط. والله تنوري لامك البسالات نتاع والو. كلا العصا مسكين وغوتها هي الاخرى ما غوتاش، وكل ما هي الاخرى ما قالهاش بالرغم من العذاب اللي تلقاه. ما قال والو. رجعوا لينا الطاليان اللي غادي يكون من بعد 6 سنين توفى. فهاد الايام 18 كان عندنا الوقت نجمعوا معلومات وحاولنا نكونوا فكره على الحبس نتاع الميناء، وهذه الحاجه الوحيده اللي كانت شاغله بالنا. درجوا له المستحيل باش يزودنا باخبار. عرفنا بلي سان لوران هي عربيه بعيده على البحر بواحد 20 كيلومتر، وقال لنا جولو بلي فهاد العربيه كاين السجن تاع الاصلاحيه اللي تبع السجل المركزي البحري، وفهاد المركز كيديروا القرعه باش يعزلوا لنا الفئات اللي تعزلوا كيمشيو مباشره للاصلاحيه اللي كتسمى سان جيرمان. والحباسه كيتقسموا ل3 نتاع الفئات. اولا الخطرين بزاف، هو اول ما غيتنادى بسميتهم غير نوصلوا غادي يتحطوا في السيلونات نتاع المعسكر التدريبي ويتسناو باش ينقلوهم للجزر، وتماك غادي يتحبسوا. هاد الجزر بعيده ب 100 كيلومتر على سان لوران، والكبيره في هاد الجزر سميتها رويا، والثانيه سان جوزيف، اما الصغيره فيهم سميتها جزيره الشيطان. والحباسه في جزيره الشيطان كيتعتبروا سياسيين في الدوله، كيجي ثانيا الخطيرين في الفئه الثانيه، وغادي يبقاو في المعسكر نتاع سان لوران. تماك غادي يديروا اشغالهم البستانه والزراعه، ولا اقتضى الامر غادي يصيفطوا من المعسكرات الصعيبه بحال معسكر فروسطا ولا شافرن ولا كسكرة السكر الاحمر ولا 42، والملقب بمعسكر الموت. وثالثا الفئه اللي ما بين وبين المهم ما كيشكلوش خطر، وعاده غادي يجيروا الكوزينات وينقيو ويشطبوا العروبيه ويدير حوايج اخرين بحال تنجار السعدات
والصباغه والضوء والخياطه الى اخره. دابا اللي غادي يحسم كلشي من هذا الشيء او بالنسبه لينا هي الساعه الاولى ملي غادي نوصلوا الى عيطوا لينا وداونا السيلونات. هذا معناته اننا تحبسنا في الجسور، والمساله تاع الهروب غادي تكون معقده، وتبقى عندنا فرصه واحده، ولا جرح راسك في الركبه ولا الكرش باش ينقلونا للسبيطار. من تماك غادي نعلقوا، خاصنا نديروا المستحيل باش ما نمشيوش للجزر، حيت غتكون قدامنا فرصه. الا كان الباطو اللي غادي يدي الحباسه ما واجدش باش يبدا الرحله نتاعو، تماك غادي تخرج الرشوه الفرملي باش يدق الكليبره نتاع الروح التريبانتين، الماده الكيميائيه اللي غادي تخلي عندي التهاب في الرئتين. واخا هكداك غادي نطلب منه يدق لي غير جرعات صغيره، حيت عارف هاد الماده الخطوره نتاعها، وخلال هاد الايام اللي غادي يحسوا بالمرض نتاعنا طوال هاد المده غادي يوجب عليهم انهم ينقلونا للسبيطار، حيت الحاله نتاعنا ما غاديش تبقى باش تداوى داخل الحبس. ولا عندنا شي زهر او ما عيطوش لينا، تماك غادي تكون عندنا الوقت باش نتحركوا. تماك غادي ندبروا على الموظفين داخل المعسكر، وغادي نرشيو بعد المحاسب باش الموظف يثق فينا ويخلينا نخرجوا ندوروا في العربيه ونرجعوا العشيه. وتماك غادي تكون عندنا فرصه ندبروا على شي واحد تحكم عليه سابقا، واللي بقوا هنا في هاد العربيه ولا معشنا ولي محتلين اغلب الوظائف باش يمهدوا لنا الطريق نهربوا. قالوا لينا نتجنبوا المعسكرات اللي كاينين في النواحي نتاع العربيه، اي واحد كيدخلها كتخطفهم الموت بسرعه. وكاينين معسكرات اللي خطر منهم اللي ما يقدرش كائن بشري يعيش فيهم اكثر من 3 شهور، حيت في الغابه مفروض على الحباس يقطع متر مكعب نتاع الخشب يوميا. هاد المعلومات المهمه جمعها لينا جولو هنا في الرحله. بالنسبه لجولو الانبوبه نتاعو هز معاه موس صغير بزاف، الانبوبه نتاعو باش غير نوصلوا يشق به ركبته، وغير غادي يوصل غادي يطيح من السلوم باراده منه، ولكن بطريقه اللي غادي تبين بلي جات بعفويه وعند بالو هاد الخطه ناجحه باش يتنقل للسبيطار. وهادشي فعلا اللي غادي يوقع. ملي بدينا كنقربوا بداو العساسه كيبدلوا حوايجهم، هادشي داخل في الاجراءات نتاع التبادل. رجعوا البيض اللي تحركوا به ولبسوا طرابش جداد من نفس الماركه. قال لنا جولو وصلنا للخوت، كان الجو سخون بزاف. ملي حلينا واحد السرجم صغيور تاش من شرجم غير تقبا يدك يا الاخر ما غاديش تدوزها. ضربنا على واحد الغابه عرفنا باللي وصلنا لصال لوران. كانت على شكل غابه واضح بلي بنادم ما كيحطش رجليه تما، وهادشي رديت لي البال من خلال الخصوبه والكثافه نتاع الربيع والازدهار نتاعها والجو الشواب اللي كيطير مخلوع من الصوت نتاع الباطو. كان الباطو غادي بشويه داكشي علاش شفنا كلشي بسلو موشن. شفنا ديور من الخشب فوق من القرمود وعيالات ورجال اللون ديال البشر نتاعهم مسمر واقفين قدام ديورهم وكيشوفوا في الباطو وكيعرفوا بلي كيجي باش يفرغ عندهم شحنه بشريه. داكشي علاش ما داروا لنا لا تحيه لا والو. طلع لهم هادشي في راسهم، 3 نتاع السفارات و6 نتاع الموتور. كتعلمنا بلي راه وصلنا. من بعد حبس كلشي حبس في دق. كان واحد الكالم، كلشي سكت، كلشي تسكانتا. جولو هو الوحيد اللي تحرك، جبد الموس بالخف وقطع السروال من الجهه نتاع الركبه، وما خاصوش يجرح ركبته دابا باش ما يقدرش يدم منه على بعد مسافه كبيره من البلاصه اللي غادي يطيح فيها. وديك التقطيعه باش تسهل عليه المأموريه ويجبد الموت بالخف ويرجع باش غير غادي يزيد شويه للقدام ويكون نازل في السلوم. تماك غادي يطيح منه باش تبان واقعيه وما يبانش فيها تلاعب، الحاجه اللي غادي تخلي الحراسه عليه اكثر من اي وقت اخر. حلوا علينا الاساس الباب وتستفنا 3 وراهم 3، وكنا حنا في الصف الرابع. كان جولو بيني وبين ديغو. دزنا من واحد القنطره وكانت الساعه كتشير لديك جويه الجوج نتاع النهار، الشمس كانت سخونه وكتشوط. بعد ما تستفنا في القنطره وتمينا قاصدين للمعبر، في هذا الوقت جبد جولو الموس وجرح لحمه، واحد الجرحه اللي غارقه والطول نتاعو ما بين 7 حتى 8 سنتيمتر، والموس ما رجعوش وانما مدوا ليه بالزربه. هادشي دارو ملي دازو الثانيين في النوبه، وملي كان غادي باش ينزل من السلوم زلق منه بالرغم منه وباش كمل الباهيه. ملي طاح الركبه كانت هي اول وحده ما غادي يتلقى الضربه. اصلا ما لاحش راسو من شي علولي كبير حتى بدا كيقرب للارض. مشى واحد الجوج كيتجراو لعندو، والخطه ولات غادا كيما فكرنا فيها.
كانوا تماك بزاف نتاع الناس من مختلف العروق وكيشوفوا فينا بفضول، افارقه هنود شناوه وحدين بويض. هادو في الارجح كيكونوا هما اللي تطلق سراحهم على متن هاد الارض. خرجنا من تماك مستفين. ملي وصل العدد نتاعنا 200 مشينا بالصحبه نتاع عدد كيدوب لنا من الحراس حتى لواحد الباب اللي كان كبير في الحجم نتاعو، مكتوبه عليه بالخط العريض اصلاحيه سالوران دو مارون. الاستيعاب نتاعو وصل 3000 حباس، وملي كنا داخلين كنضربوا على الحباسه كيطلعوا علينا من السرجم وكيشوفوا فينا. ملي وصلنا وسط الساحه تعطانا امر باش نوقفوا، تعطى كل واحد فينا ترازه نتاع القش. في هذا الوقت ما كناش محتاجينها، حيت اصلا الشمس اللي قدر عليها راه كمل، واللي ما قدرش راه فقد الوعي ديالو. بحال واحد 3 شفت في ديقه وتا هو شاف فيا، حيت واحد العسكري شد طابلو وتفكرنا الهضره نتاع جول. اول واحد تعيط بسميتو كان قيطو. خرجوا داروا بجوج من الحراس ومشى واحد الشوج كانوا معانا، واللي بداو معنا الرحله من السجن تاع التوقيف سيزوني واحد سميتو كيرانزول. حتى لواحد الوقت تذكرات السميه تاع جول، ولكن حاليا هو في السبيطار. ملي كمل قال لينا حاليا هادوك هما اللي غادي يمشيو يقضيو عقوبتهم في الجزر، اما دابا اللي سمع سميتو يتوجه لواحد القنت. كان ورا علينا جويه واحد الباب صفر ومكتوب عليه الرقم 1. قال بزاف نتاع الاسماء اللي ذكر بيناتهم، سميتي وسميتي ديقه. اللي من بعد ما كمل الاسماء تحل الباب ودخلنا ليها، وضربنا في واحد الكولوار العرض نتاعو 2 متر. من بعد الكولوار كاين واحد القاعه مستطيله تكون في التقدم تاع 20 متر، وفي القاعه كانوا ناموسيات مع منطات لاصقين على الحيط. كل واحد فينا عنده الحريه نتاع الاختيار باش يختار القنت اللي بانت ليه مزيان. ديقا وبيرو الهبيل السبليوني مازال غادي تكونوا عاقلين عليه، راه ذكرته في الموسم الاول. وانا معاهم خدينا واحد القناه متجاورين لبعضياتنا، وفي الاخر نتاع القاعه كان الدوش على اليمين والطواليت على اليسار. طلينا من السرجم وبقينا كنطلعوا على الباقي فين غادي يوزعوه. كنت انا وبيرو وديقا فرحانين حيت ما دخلوناش للسينونات. الحاجه اللي بغيناها غير الاكسجين، صراحه الله راه لقيناه. علاش فرحنا؟ حيت جولو قال لنا السيلون فيه غادي نتحبسوا، وكنت مخلوع من هاد الفكره. صراحه كنا كنحسوا بشويه نتاع الهدوء عكس الخنقه نتاع السيلون. لقنت فين كانت على خط الاستواء، ومع 6:30 نتاع العشيه كطيح الخاميه. في هاد الوقت كيجي واحد 2 حباسه شيبانيين ومعاهم واحد 2 بولات كيخدموا بالمازوت وكيعلقوها في السقف. وكان الضو اللي خارج من هاد البولات ماشي مجهد بزاف، ومع الضو اللي كان خافت مع ديك شويه السعود كلشي كيهبط الخاميه. كان الحال سخون بزاف، تعرينا كاملين من غير نص التحتان. تكيت وكان ديقا وبيرو دينا وجبنا في الهضره واحد المده نتاع الوقت. في الصباح كان باقي الحال مظلم حتى سمعنا النفار. فقنا وغسلنا ولبسنا، عطاونا الفطور خبز وقهوه وكانوا بكميات كبيره خصيتها تشبع. وكان في الحيط واحد الخشبه عريضه وطويله كتمثل لينا في الصوره نتاع الطبله، وهي علاش كنا كناكلو. مع جويه السعود دخلوا علينا 2 حراس ومعهم واحد خونا في الله صغير فلاش باقي جون، لابس لباس بيض وما فيش خطوطه بحال الحباسه. الحراس من الكوريسكا وكيهضروا مزيان بالكوريسكيه مع المواطنين تاعهم من الحباسه. تم قاصدني خونا في الله الفرملي اللي جا مع الحراس، قال لي فينا بابيون هانيه مازال تعقل عليه. قلت ليه لا سمح لي. قال لي انا سيرة الجزائري وكنت عرفت عليك في دانتي في باريس. بقيت كنفكر واحد المده فين شفتو فين، حتى لواحد الوقت عاد تفكرت. قلت ليه مزيان ملي فكرتيني، كنتي مشيتي باش تخدم هنايا عام 1920 واش مازال انا صاحبي؟ قال لي ماشي وقت تشوف، نصيحتي لك دير راسك مريض. شاف دي قال كان جنبي وكان مركز مع درته. قال لي شكون هذا؟ قلت لي بالنسبه لهذا هذا راه عشيري ديقه. قال لي الفرملي حتى انت غادي نقيدك عندي مع الامارات. قال لي انت بابيون عندك الاسهال الحاد وشاف ديقه. قال لي انت عندك الضيقه
نشوفكم على 11 في العياده. كمل طريقه وغوت. شكون فيكم مريض؟ اي واحد على الصبعو كيتم قاصدو وكيقيدو. داز من حدانا غير هو هاد المره كان مع واحد الشيباني. قال لي بابيون كنقدم لك بارتلوني. شاف بارتلوني قال لي هذوك صحابي اللي كنت هضرت لك عليهم. قيد سميتنا وقال لي الشيباني صافي في العياده ونرتب امورنا صافي يكون هاني. مع ديك جويه 11 جاو عيطوا لينا وكنا بالتسعود نتاع المرضى. دخلنا لواحد المبنى في الاصلاحيه وكان الواحد المصبوغ بالبيض وفيه علامه تاع الصليب الاحمر. دخلنا للقاعه نتاع الانتظار. كانت كل قنت من هاد القاعه محظيه. واحد اللحظه بان لي كنتسناو وكان لابس لبسه بيضه كان جزائري. قال لنا انت وانت كيقصد انا ودايقه. دخلنا لواحد البيت لقينا الطبيب كان كيهضر مع 3 نتاع الحباسه بالسبليونيه. عرفت فيهم واحد السبليوني سميتو فرناندو واللي يقتل 2 من الارجنتينيين في قهوه مدريد في باريس. قال لي جزائري والله انا فرحان خويا بابيون حيت غادي نعاونك انت وصاحبك. بغيت نهضر قطعني وقال لي خليني نهضر اصاحبي. دابا نتوما محكوم عليكم هنايا انت بابيون مدى الحياه وصاحبك 5 سنين على ما اظن. واش معكم فلوس؟ قلت له وين. قال لي مزيان كل فيكم يعطيني 500 فرنك وغدا غادي تنقلوا للسبيطار انت بسبب الاسهال الحاد وانت ديك شوف حل معايا ودنك شنو غادي دير. في الليل دق الباب وشي واحد يعيط للحراس ويعلمهم باللي ديكا كيتشخنق. خلي الباقي عليا بابيون خصاتك شي حاجه انا معك. المقابل 100 فرنك على كل ليله نتوما في السبيطار وتقدروا تبقاو شهريا في السبيطار. ملي كنت خارج مديت لي 1500 فرنك ردت لي 500 فرنك وقال لي هادشي اللي عطيتيني غير نتاع الحراس. انا راه ما باغي منك والو. واش عند بالك العمليه نتاع المرور ديالك ساهله؟ هادي راه غير نتاع الحراس. حنا خوت صاحبي. والنهار اللي موالي كنت انا وديكا وفرناندو في هاد القاعه في السبيطار وديكا لحق علينا مع ديك جوه 12 والفرملي. في هاد القاعه كانت عنده تقريبا 35 في العاش وسميتو شاطال وعنده كاع لي زانفورماسيون علينا. خداو من سيره الجزائري. ملي غادي يحضر الطبيب غادي يعطي تحاليل فيه بورسونتاج طالع نتاع الجراثيم. اما بالنسبه لديكا كنشعل لي شويه نتاع الكبريت واستنشق الغاز ديال الكبريت بواحد الشيفونه. وفرناندو حنا كنت نفخ بواحد الابره وغادي تدوم مع مده طويله. معظم اللي مرض عندهم الاسهال. سولت الفرملي على جول وقال لي راه في المبنى اللي مقابل معانا. واش بغيت تقول لي شي حاجه؟ قلت لي الرجوله. انت شوف قول لي بلي بابيون وديكا هنايا وقول لي بلي غادي نطلع لي من السرجم. كان عند الفرملي بوفوار انه يدخل ويخرج من القاعه الوقت اللي قالها ليه راسو. خاصو غير يطق الباب وكيحلوا عليه واحد العربي حباس مكلفينه باش يعاون الحراس ويهز مع السوارت نتاع البيبان. وعلى اليمين واليسار نتاع الباب مريحين 3 نتاع الحراس وهازين في ركابهم سلاح. كانوا الشراجم كيتشكلوا على شكل قطبان. بقيت كنشوف فيهم شنو ممكن تكون الطريقه اللي غادي نقطع بها هاد الحديد بيني وبين جولو بنايه. وفي وسط الطريق اللي ما بين البنايات جردة عامره ورد. مادام غير شويه تاع الوقت من فاش تحرك الفرملي وانا مريح دا السرجم وكنشوف في الغرفه اللي كنت مقابله معاها. وقال لي الفرملي بلي تما كاين جولو حتى بان جولو مسترجم وكان شاد في يديه واحد طابلو كحل نتاع الحجر وكانت مكتوب عليه شي حاجه. بقيت كنحقق وقريتها كانت يا برافو. من بعد ساعه كان عندي الفرملي وكان هز مع رساله من جولو كتسف فيها كنحاول الانتقال عندكم الا ما قدرتش حاولوا نتوما تحضروا عندي. كان جولو عنده اختصاص بالمطرقه نتاع الخشب بالضبط وكان عنده اللقب تشهر به هو بالمطرقه. في وسط النهار كان وصل قدام واحد تهيبي وعنده محل مقمح بالمجوهرات واللي كان سايق الطوموبيل واحد اخر وقف هاد الطوموبيل ولكن الموتور نتاعها بقى خدام. نزل جولو بالسربه هز معاه مطرقه اللي نتاع الخشب وكبيره. هرس واحد الساج وهز منه اكبر عدد من اللباطات نتاع المجوهرات والذهب. غير رجع للطوموبيل سد الباب وخلاه وراهم غير الغبره. واستقات ليه العمليه في ليون وانجي وتور ولو هافر وفي باريس. دار هجمه على محل كبير وتا هو نتاع المجوهرات
مع ديك جويه 3 نتاع النهار ضرب في هاد الميسون مليون مجوهرة تقريبا. وهنا حبست القصة نتاعو هو كيعاود ليا، ما بغاش يعاود ليا ويقول ليا كيفاش انكشفت الهوية نتاعها. والمهم من هاد الشيء هو تحكم عليه ب20 عام، ومن بعد 4 سنين هرب من الحبس وتشد ورجع لباريس، وكان كيقلب على ديك اللي كان خلى عنده المشفور باش يقتل، حيت اللي كان فاهم معاه وكان عنده حقه اللي وصى باش يعطيه لختو. ما دارش بالوصية وطرقو، وملي كان جولو قاصدو ضرب عليه شواد كان ساكن معاه في الشارع اللي كان ساكن فيه جولو، وعطى بيه عند مالي الوقت. تشد جولو ورجع منا للحبس. داز دابا على اول نهار جينا في السبيطار 2 سيمانات، والبارح خلص 100 فرانك، وهذا الثمن تاع البقاء نتاعنا بجوج في السبيطار. وباش نعزو على الحباسة ووزعنا عليهم القار وعلى اللي ما عندوش. وديك تعاشر مع واحد من المحكومين بالاشغال الشاقة وسميتو كارورا، وهو من مارسيليا، ودارو مستشار ليه، وكان كيقول لي مرارا وتكرارا الا عندك فلوس راه الاهل نتاع العربية عارفين هادشي. داكشي لاش من الافضل ما تهربش، حيت الحباسة اللي تطلق سراحهم كيتربصوا باي واحد من الهاربين ويقتلوهم من اجل ديك الانبوبة. وعاود ليه ديك على هاد الحوار اللي دار بينه وبين الشيباني كارورا. حاولت نقنعه باللي الشيباني واخا قديم مع ذلك ما صالح لوالو. هاد الشيباني ضرب في الحبس 20 عام، ولكن ديقة دار راسو ما سمعنيش. هدرش معاه ودرت معاه مجهودي كامل باش يلتزم بالوعد اللي عطيتو ليه. صيفت واحد الرسالة للسيرة كان طلبوا فيها باش يصيفط ليا معاه كالكاني، وما دامش الوقت بزاف كان كالكاني في السبيطار وفي قاعة غير اللي حنا فيها. كي غادي ندير باش نرجع ليه الانبوبة نتاعو؟ علمت شطال واللي هو الفرملي اللي كان معانا باللي باغي نهضر معاه في واحد الموضوع ضروري، وكذبت عليه وقلت لي بلي الموضوع عنده علاقة بالهروب من الحبس. قال لي بلي 5 دقائق غادي يكون عندي، و12 بيلة غادي يكون عندي بالضبط، وهذه هي الساعة اللي كيدخل فيها الجروب الجديد نتاع الحراس باش يبداو السيرفيس نتاعهم. دار راسو غادي باش يدوز لي شي لعيبة في شي غرفة ودوزو من هذا السرج نتاع القهوة. هادشي اللي دار مع الفرملي شطال كان بلا مقابل. بان ليا كالكاني من السرجم، قلت ليه مد ليه يديه، مدها ليه وحطيت فيها الانبوبة. بان ليا كالكاني كيبكي. من بعد يومين صيفط ليا كالكاني جورنال فيه 5 نتاع الورقات، وسط كل وحدة فيهم ورقة مكتوب عليها رقم 1000، كانوا 5000 فرنك. وقريت في الجورنال كلمة واحدة واضح مكتوبة باليد: شكرا. ضرب عليه شطال وانا كنجبد العاقة، ما دواش معايا في الموضوع. بغيت نعطيه الباي نتاعو ولكن رفض. قلت ليه حنا باغيين نعلقوا من هذا اللعنة، تعلق معانا؟ قال لي لا اخويا، انا خدام هنا تتكمل المدة نتاعي ونتقلق نتخرج. شوف دابا انت مشدود وانا مقدر الاستعجال نتاعك، ولكن راه باش تهرب من هاد القضبان حاجة وامر شبه مستحيل، ونجيك للصراحة في هاد الموضوع بلا ما تسناو مني مساعدة، وسمح لي لا قلقتك، ولكن اخويا راه خايف نخسر خدمتي. قلت لي تبارك الله عليك خويا شاطر، صراحة صحيبي، الصراحة راه واجبة في هاد الحياة. وشوف من اليوم ما نعاودش نجبد لك الموضوع. قال لي واخا هكداك نقدر نعاونك بطريقة غير مباشرة بحال السيرفيس اللي قدمت لك البارح. قلت لي الرجولة الفرد الله يحفظك. النهار اللي من وراه تطلقات لاسيغي ودارت الاخبار بلي جولو بالمطرقة هرب. ربي عوين لي مسكين، صراحة كان من احسن الناس اللي دازو في حياتي. غالبا لقى الفرصة وما كانش من الناس اللي كيترددوا، وصراحة فرحت له. من بعد 15 عام من دابا في عام 1947 كنت في دولة هايتي. مشيت مع واحد المليونير فنزويلي وسينيت كونترا باش نكون مدير لواحد البار. في واحد الليلة كنت خارج من واحد البواط تنوي، شربنا الشامبانيا وواحد النوع نتاع الشراب غالي الأغلبية غادي يكون سامع بيه ولا ديجا عارفو، غير الناس اللي كيسمعوا نوضح لهم شكون هاد الشامبانيا. وكانت معنا كوبا نتاع الدريات، وحده من الدريات اللون ديال البشره ديالها بحال الليل، غير ان هاد البنت كانت مثقفه بحال اي فرنسيه العرق. وانا كنهضر معاها قالت لي جداتي كاهن وعايشه مع واحد الفرنسي تكون عنده ما بين 47 50 فلاش، وهو هرب من الحبس وسميتو جولو المطرق. قلت لي كيفاش يا بنتي؟ عاودي
دابا تديني عند شتاتك في الطوموبيل. البنت هضرات مع الشيفور باللغه نتاع هايتي. بالمناسبه هي واحد الدوله الموقع نتاعها جا في امريكا الجنوبيه. شدوا بينا الطريق وحنا في الطريق وكنخيطوا. دزنا من حدا واحد البيسري، طلبت من الشيفور باش يوقف ونزلت ودخلت. شريت واحد 2 قراعين تاع الشامبانيا و2 قراعين من واحد الشراب محلي. كملنا الطريق حتى وصلنا للشط قدام واحد التربيضه زوينه والسقف نتاع على شكل مثلث من القرمود، والماء نتاع البحر كان قريب من الدار وقريب بالضبط من السلوم، حيت الارضيه كانت مهزوزه على الارض بشي متر او متر ونص. تحسوا بالماء نتاع البحر، والبحر كنت كنضرب عليه قريب من السلوم. دقات البنت الباب وخرجت واحد المراه سمرة البشره نفس اللون تاع البنت، وراسها عامره بالشيب ولابسه بحال الشكل نتاع جلابه واسعه واصله للكعب. كانوا كيهضروا باللغه نتاعهم. قالت لي الشيبانيه زيد دارك. دخلت لواحد المرح نقي بزاف ومني طويي وفيها حوض نتاع الحوت وقفص نتاع الجوز. قلت له جيتي عندي تشوف جولو؟ وتسنى هو دا غادي يجي. جولو شي واحد باغي يشوفك. جا واحد الراجل لابس حوايج النعاس مخططين، فكراتني غير في الحبس وكان واضح عليه مسكين مهلوك. قال لي واخا شنو؟ شاف الشيبانيه وقال لها شكون اللي بغاني في هاد الساعه. دارت لفت فيا وطول فيا الشوفو. قال لي يا بابيون مستحيل، واش بابيون؟ شد فراسو بقى راجع بخطوات ثقيله اللور مسطو حتى واحد الوقت جا كيجري لعندي وعنق. قال لي مرحبا بك اخو، كلشي نتاعك، اي حاجه بغيتيها فراه نتاعك. شربنا الشراب اللي جبت. قال لي قارنا مياك. اشد حراسه كونتر الذكاء البشري. تصور باش نوصل لهنايا دوزت في طريق كولومبيا بنما كوستاريكا جامايكا وحاليا انا هنايا. ضربت 20 عام وانا بخير، وصراحه لقيت احسن مرة اللي بغيتها بزاف. واش انت مستقر هنا بابيو؟ قلت لي سيمانه فقط وغادي نتحرك. قال لي شنو جيتي كدير هنايا؟ عاودت لي شنو، وقلت لي بلي خدام في هذا البار. قال لي صراحه ما كرهتش تبقى معايا هنا في هذا البلاد، في هذا البلاد نتاع الكوح. المهم علينا، شوف هذا مع المدير نتاعك، راه لا شافك ناضي في خدمتك وفايت في الذكاء دير في بالك سويرتي يقتلك، حيت عارف بلي غادي تولي عندك فكره تحل المشروع وغادي تدي ليه الكليان. هدي راسك. قلت لي شكرا بزاف على النصيحه. دار لي جول مسكين زرده فيها طقوس ديني، وملي كنت باغي نمشي قال لي جول المره الجايه والفرصه الجايه غادي نهضر معاك ونعاود لك على هذا الحفل اللي درنا اليوم وعلى هذا الحفل الديني اللي سميتو فوضى. دابا جول هرب وانا وديغو فرناندو مازال كنتسناو وكنترقبو، ومره كنضربو طلع على السرجم بلا ما نجيب الشكوك. هاد القطبان تاع السرجم مصنوعين من نفس المعدن تاع السكه ديال الترع وما عندهمش حل. خاصنا دابا ندرسوا الخطه تاع الهروب من الباب. كاينين 3 تاع الحراس في الباب خدامين 24 ساعه على 24 ومسلحين. دابا ملي علق جولو الدعوه زيارات نتاع بصح، والطبيب مبقاش كيعمر معانا، حدو كيدير معنا خدمته. داز سيمانه اخرى وخلصت 200 فرانك، وديكا كان كيهضر على كل شيء الا انه يهضر على الهروب من الحبس. البارح ضرب على الترونشي جبدته وقال لي مازال معك. قلت لي وانا مقلق منه. ضروري باش ندافع على راسي وعليك في الضروره. فرناندو ملي دينا وجبنا معاه في الهضره عرفنا ماشي سبليوني وانما من الارجنتين، وما فيها عيب نجرو معاه. وحتى هو ما كانش عاجبو العالم الهضره نتاع الشيباني كارورا، حيت سما واحد المره كيهضر مع ديكا وقال ليه كيبان لي الجزر حسن ومزيانه على هنايا واللي جو فيهم ما سخونش بزاف. اما هنايا باش انك تمرض بالاسهال ممكنه بزاف، ويكفي انك تمشي للطواليت من تماك غادي تهز معك امراض. في اخبار كل نهار في هاد القاعه كيموت حباس ولا 2 نتاع الحباسه من اصل 70، وهادشي سبابو هاد المرض نتاع الاسهال.
وهاد الحاجه رديت ليها البال هو انهم كيموتوا مور الظهر ولا العشيه، وعمر شي واحد فيهم مات في الصباح. معلاش؟ هذا سر من اسرار الطبيعه. دويت هاد الليله مع ديكا وقلت ليه راه العرب اللي كيهز مع السوارت في بعض المرات كيدخل بلا حتى تحفظ، كيهز مع الغط على بعض المرات. وفكرت في هاد العيبه، نشدوه نسلخوه ونلبسو حوايجو، ومن بعد هادشي غادي نخرج ونعيط لواحد من الحراس ونحيد لي السلاح نتاعو ونهز السلاح في وجههم ونسدو عليهم وننقزو من الصور نتاع السبيطار ولا الحراس نفلمه، ونخليو التيار يدينا في الجهه اللي بغاه هو. وبما اننا عندنا الفلوس فراه عندنا بوفوار نشريو فلوك وما خصنا من الماكله. ولكن وانا كنعاود لهم الخطه، فرناندو وديغا قاطعوني في خطره ورفضوا الخطه. بديت كنشوف فيهم حيت حسيت بلي واقيلا استلموا الامر الواقع. الايام كدوز وحنا انا من 3 تاع السيمانات قل يوميا، وبقات لينا 10 ايام ولا 5 ايام في الماكس باش نحاولوا نهربوا. وهاد النهار جامي ننساه. اليوم 21 من نوفمبر عام 1933. دخل القاعة جوان كلوزو، كان هذا هو الحباس اللي حاولوا يقتلوه في سان مارتن عند الحلاق. وكنت قلت لكم ما قالوا عليه، كانوا عينيه مسدودين ومتورمين بواحد الحبوب وهو تقريبا شبه اعمى. جا القاعة يدير فحوصات ويخرج بالزربه، وملي كان باغي يخرج قال لي بسرعه الحباسه توزعوا على الجزر، هادي 2 سيمانات. اما هو راه نساوه كيقصد في الغالب جولو. كان مسكين هاد الخصيم كيعاني نتا بصح. صافي نساوه علينا شويه حيت الوضع اللي كان فيه صعيب بزاف. ومن بعد 3 ايام رجع عندي وبان لي عليه الحماس كبير باش يهرب، والتحليب اللي هو مستعد يدير اي حاجه باش يهرب. وحتى لقيت المستعد اللي غير في سبلي باش يهرب وعنده 3000 فرنك. وملي كيغسل عيني بالماء كيولي قادر انه يشوف بوضوح. عاودت ليه الخطه اللي كنفكر ندير وعجباتو. وملي كان كيدوي قال لي ضروري نفاجئوا الحراس حيت نفرضوا لكن عندنا السلاح غادي يستبعدوا الفكره نهائيا اننا غادي نتيروا فيهم، وتماك غادي يغوتوا لصحابهم باش يعاونوهم. يعني راه ما درنا والو. تلاقيت هاد العشيه مع ديغا ومورا فرناندو، ولكن صرحوا لي بلي ما كيتيقوش في الخطه نتاعي. وصافي ولات عندهم الفكره باش يرجعوا لفين كانوا، وخاصهم يحطوا فلوس عليه تا هو حيت السيناتور تيكون في فرنسا وما يقدر تا واحد يرفع عليه الحجز. حتى من المدير بنفسه نتاع الاصلاحيه ما يقدرش. قلت لي الا كنتو باغيين تخرجوا من هنا غدا بالضبط ديروا في بالكم باللي الباخره مانا في طريقها للجزر وراه دابا كيعمروا فيها. قال لي بلي الهروب من الجزر تيبان لي سهل من هاد السبيطار. صيفط لي سيره ميساج باللي كيستفسرني، لكن كنت باغي صيفط لي شي واحد من الحباسه اللي متلوق بصراحهم باش يهضر معايا وقد لي فلوكه تكون مباشره مور السبيطار. كان هاد الحباس من تولوز وسميتو جيزو، هو اللي دبر الهروب نتاع الدكتور بورغارت من عامين هادي. باش نشوفو كان خاصني نمشي ندوز سكانير. عرفتي ملي سمعت البطل مشى يدوز سكانير وفي الثلاثينات وفي الحبس تفكرت شي وحدين 2026 وما زال تيقول لك خاسر. المهم خاصني نمشي ندير سكانير في القاعه نتاع السكانير باش نتلاقاو معاه. وصلوا لي اليوم شي وحدين ملي طلق سراحهم باوامر مزيفه، وانا وصاني في رسالته باش نشوف مع الانبوبه قبل لا ندوز عند الطبيب غادي يكشفها. جاوبته في الرساله الاخيره باش يصيفط جيزو لتمك ونسق مع شاطال باش نجيبها في دقه تمك. والنهار اللي من وراه ديغا وفرناندو طالبوا بخروجهم وهم عندهم امل باش يهربوا من السيلونات نتاع المعسكر. طلبت لهم التوفيق، اما انا ما بدلت والو في الخطه نتاعي. شفت جيزو وكان شحال هادي محكوم عليه وطلقوا سراحه، وجهه جاف بحال السردين وكان اللون ديال البشره ديالو اسمر وعليه لا تراس قديم في وجهه. كانوا 2 جرحات وعينيه كدمع كل ما كيشوف فيك. هو على وجه عنده تفو يا صاحبي على كماره والشوفه نتاع الويل ما كانش واضح عليه بلي خاصك تثق فيه
في المستقبل وغادي يطلع لي شكت فيه صحيح. دخلنا في صلب الموضوع بسرعه، قال لي قادر نقد لك فلوكه تهزك انت ولا 3 ولا 4 بحالك، غادي نقدر لك من واحد الفيديو كبير نشرح لك كيفاش. عزيزي المستمع، فيديو كبير بحال داك البرميل اللي كيكون عند البناي وكيعمروه بالماء، غير هو هذا اللي كيهضر عليه خونا في الله كان من البلاستيك. كمل لي هدرته، وغادي نقد لك من 2 خناشين تاع الطحين خاويين شراع، ونعطيك الابره والخيط باش لو وقع شي مشكل في الشراع تقادو، والماكله والقهوه والماء، و3 نتاع المجاديف والبوصله والفاس والموس، و5 يطرو نتاع الشراب، ولكن ماشي كاليتي، غير الطافيه. هادشي كله غادي يسقم عليك ب 2500 فرنك، وإلا هربتي من هنايا غادي تلقاني كل ليله كنساينك من 11 حتى 3 نتاع الصباح. وهادشي حدو 8 ايام، غير غتفوت 8 ايام ما غاديش نبقى نساينك، والفلوكه غادي تكون تحت الحيط بالضبط، تحرك وتلمس الحيط حيت مستحيل تشوفه واخا تكون قريبه لك ب2 متر. الصراحه ما تقتش فيه واخا هكداك. قلت لي واخا. قال لي والفلوس فينا هما من هادشي؟ قلت لي غادي نصيفطهم لك مع سيارة. تفرقنا بلا ما نصافحوا بعضياتنا، وصراحه حسيت بعدم الارتياح. مشى شطال مع جويه 3 بدا مع الفلوس لسير، وقلت مع بالي بعد ما مديت لي الفلوس لشطال راني غير كنقمر بعض المبلغ، هو من داكشي اللي عطاني كالكاني. صراحه غادي الريسكي. كان كلوزو فرحان بالفكره، وكان تايق في راسو فيا وفي النجاح نتاع هاد الخطه. الحاجه اللي كانت كتعصب هو العربي مول السوارج، ما كيدخلش للقاعه لواحد الساعه معطله من الليل. بقات لي مشكله ثانيه، واللي واش كل حباس الثالث اللي غادي نطرحوا عليه الفكره وغادي يوافق. فكرت في هاد الكوريسك من مدينه نيس، كوريسك بحال قلتي شمالي شلح ريفي صحراوي بحال هكداك عندهم فرنسا في داك الوقت، وسميت هاد الكوريسكي بياغي. هو في الحبس البحري من عام 1929، هو معنا دابا في القهوه تحت الرقابه المشدده حيت قتل شي واحد، ولحد الان مازال ما تصدر في حقه شي حكم. بقيت كنشوف فيه انا وكلوزو، وكنشوف الدخله اللي غادي ندخلو بها، وبين ما حنا كنهضروا تسمع صوت خفيف نتاع واحد المراهق في عمره 18 عام، وكان كيبان على انه على طابع الانوثه، وسميتو ماتوريت، وتحكم عليه بالاعدام حيت قتل شي فور نتاع طاكسي، ولكن خففوا عليه الحكم من المؤبد نظرا لعمره، وكان مع عشيرو وعنده 16 عام، وتا هو كان شريك معه في الجريمه. وملي كانوا في المحكمه بلاص ما واحد يلصق التهمه الاخر وينسب ليه التهمه، هما كانوا العكس، بجوجهم نسبوا التهمه لراسو باللي هو الوحيد اللي نفذ العمليه نتاع القتل. وهاد البلان خلى كاع الحباس يتعاطفوا معاه. غير هو خونا في الله اللي كانت عنده 18 عام عنده تحركات وصوت نتاع العيالات. قعدنا وطلب منا شعله باش يشعل الكار، شعلت ليه الكار وزدت من الفوق 4 نتاع الكاروات. قال لي كلوزو هو عاقله كاين الحل العربي خونا في الله ولا في الجيب؟ قلت ليه كيفاش؟ قال لي دابا وضحت الصوره، بغا نهضروا مع ماتوريت المراهق نتاع دابا لي عطينا كار، خاصو يغري لينا العربي، وانت عارف العرب عزيز عليهم الدراري. بلاتي قبل تكمل القصه، هادي راه ماشي هضرتي، هادي راه الهضره نتاع واحد من الشخصيات اللي في الروايه. وعرفتي كيفاش البرهوش غادي يبين لي بلي خايف شي واحد يشوفهم، هو داكشي نختاروا ليه الوقت اللي غادي يناسبنا. قلت لي صافي خلي هاد البلان على حسابي. مشيت عند ماتوريت واستقبلني بواحد الابتسامه ودوب واحد الصوت انثوي عند بالو شعل فيه الاثاره. قلت لي في بالي راك غالط عشيري. قلت لي سبقني للطواليت ومشى لتماك، وملي وصلت تماك حطيت لي طرونشي في عنقو. قلت لي غتعاود شي حاجه ملي غادي نقول لك دابا دير في بالك بلي راك حكمتي على راسك بلا موت، انا محكوم بلا مؤبد، داكشي علاش ما نخسر والو الا قتلتك. قلت لي الخطه اللي باغي ندير في المقابل نتاع تنفيذها فلوس. قلت لي شحال خصك باش دير معنا الخطه؟ واش خصك فلوس ولا تبغي انت تهرب معانا؟ قال لي صافي نهرب معاكم. وشوف هو وعد والله
صفحتو مشيت الناس ودويت شويه مع كلوزو، لغت لي مع جوايا 8 تاع العشيه. في هاد الوقت ما طوريت قدام السراج معيط العربي، جا عنده هضر معاه وضرب شويه مع جوايا 12 ناس. ما طوريت نعسنا حنا بنص عين، ودخل العربي للقاعه ودار شويه في القاعه، وتماك لقى واحد الحباس مات، ولكن غير موت نتاع الله. عيط لجوج نتاع الرجال ونقلوهم من تماك. هادشي عاونا باش يكثر من الجولات نتاعو في الليل وفي اي ساعه. دار مع ماتوريت واتفق معاه باش لغت لي مع جوايا 11 وفي الوقت بالضبط. وصل مول السوارتو لازم نحضر ناموسين تاع البرهوش اللي من خوتنا في الله. نغزو من رجليهم مشى العربي سبقوا للطواليت وتبعوا ما تغريت. من بعد ربع ساعه خرج واز مع السوارت وقصد الباب. خرجوا في ديك اللحظه نيت ما توريت رجع لفراشو ولغت لي مع جوي 12 تعاود نفس البلان. وهاد الساعي دار مع البرهوش. وفي 27 نوفمبر من عام 1933 كانوا جوج رجلين من الناموسيين تاعي واجدين باش يتحيدوا باش نخدموا بيهم بحال العصا. وكنت كنتسنى نشوف سيره شنو غادي يقول لي. وصل الشطار الفرملي بلا ورقه وقال لي كلفني سيره باش نقول لك بلي جيزو كيتسناك في الوقت اللي درتي معاه، وان شاء الله كنتمنوا لك الحد الموفق. ومع جويه 8 هدر ما توريت مع العربي ودار مع مور 12 نتاع الليل، وقبل خونا في الله الدعوه ومور 12 نتاع الليل كنا واجدين.